السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم تمام؟ المهم اليوم كنت نطيب العشاء، كنت نشاركو معاكم. درت تقليه. المهم كيف ما كتشوفوا احتاجيت بصله، قزبر ومعدنوس، نص كاس ديال الزيت والعطريه ديالنا، الخرقوم، بزار، كمون، مليحه. ما عنديش سكينجبير استغنيت عليه، والعويد ديال القرفه وهذا والحامض. وما عنديش الزيتون للاسف، فدرت غير اللي عندي. المهم البنات هنا راه حطيت البصله وحطيت التقليه ديالي كامله في الكوكوط، ودرت عليها القزبور والمعدنوس وهنا كان كيعاونني ابو الشباب، هو اللي يحط لي هادشي. وصافي جوج ديال الثومه، قزبور ومعدنوس، والتوابل ديالي هنايا تقريبا نص كاس ديال زيت الزيتون، وصافي. وداك الحامض مصير، وجوج معالق تقريبا ديال مطيشه ديال الحك، غير على حساب اللون. وصافي، وهادشي كامل شحرته فوق العافيه مزيان حتى تقلات ليا. صافي البنات، قلت لكم خليوها حتى تقلى مزيان، وعاد ديروا الماء. المهم البنات راه كيف ما كتشوفوا هنا كانت عندي واحد مطيشه الحك راه مساليه، كان فيها غير واحد شويه. عاد زدت واحد شويه، يعني تقريبا البنات ديروا جوج معالق وعلى حسب الكميه. عاوتاني انا كانت عندي هاد الكميه، فما حطيتش فيها انا لا ريه لا حتى شي حاجه، غير هذيك الكرشه والمصارن هما اللي عندي. صافي، فكيف ما كتشوفوا البنات صافي هنايا غادي نحط حتى دوك الحامض حتى هو حطيته من الاول. صافي كنقلبها بحال هكا، وهنا كيف ما قلت لكم راه كانت عندي ديك البكيه سالات، فزدت شويه ديال المطيشه، وعاد غادي نحرك هذاك الشيء ديالي مزيان ونخليه حتى يتقلى ليا. عاد نرويه بالماء تقريبا البنات، انا الماء درت يطرو ربع ديال الماء، حسبت ليها تقريبا تقريبا 45 دقيقه اللي خليتها كطيب. وصافي غنسد عليها دابا طيب على خاطرها ونعاد نحل عليها. صافي البنات، انا غادي ندير انا راه خليتها تقلات وغادي ندير الماء. هذا راه طبيعه الحال تشوفوا لي يدين كل مره يد هذا راه جاي كيحرك، وانا ندير الماء وصافي ونسد عليها. وتقريبا البنات اخذت مني قلت لكم 45 دقيقه اللي خدات ليا. صافي البنات، انا نسد عليها دابا ونحسبوا ليها واحد 45 دقيقه. المهم قلت لكم 45 دقيقه 4 مرات. صافي البنات، هنا راه داز تقريبا 45 دقيقه. وضروري من الالعاب السحريه اذا كان ابو الشباب معايا في الكوزينه، ضروري من الالعاب. وصافي دابا غادي نحلو عليها. وكانت حبينا ما وجداتش، كنا بدنا نشوفوا شويه واش طابت ولا لا، وعاد نكملوا ليها طيب ساعه. ما شاء الله لقيناها طايبه. فصافي هذه هي الطريقه المغربيه البنات. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش يصيبوها، راه هذه اسهل طريقه. وبالنسبه لدول اخرى اللي باغيين يجربوها بطريقه مختلفه، يجربوا هاد الطريقه، راه كتجي زوينه. هنا بالنسبه للسعوديه كيديروها شوربه،
انا ما كتعجبني الصراحه الجرابه، فهذه هي الطريقه المغربيه، راه كتجي زوينه ومريقه خاطره ولذيذه. ايوا البنات، الا وصلتوا حتى لهاد وصلتوا حتى لهنا البنات، ما تنساوش ديروا لي ابوني لايك واشتراك، ومرحبا بكم، مرحبا بجداد، و وما تنساوش تكتبوا لي كومونتير، ومع السلامه.